إن حد ييجي وينقذهم. بعدها صوفيا بتشوف بيضة كبيرة وبتقول لجورج إن أكيد الحيوان الخطير صاحب البيضة دي مش هيسيبها وأكيد هيجي عشان ياخدها. وبعدها على طول صوفيا بتحس بحاجة بتتحرك جنبها، ولما ساعدها جورج وطلعها بيشوفوا جثة إنسان، ومن ملامح وشه بما إنهم دكاترة بيعرفوا إنه مات من الجوع. وطبعا ده الحرامي التاني اللي ظهر في أول الحكاية، وساعتها صوفيا بتخاف إنهم يموتوا بنفس الطريقة. لكن جورج قرر إنه يفكر ويشغل دماغه وياخد الشنطة اللي موجودة مع الجثة ويشوف اللي فيها. ولما بيفتحها بيلاقي فيها سكينة وكشاف، وكمان كان في بندقية مربوطة في الشنطة فيها رصاصتين. ساعتها جورج بيقول لصوفيا إنهم ممكن يقصوا الشنطة قطع صغيرة ويعملوها حبل يربطوه في الصخرة عشان يطلعوا من الحفرة. وبعدها بنشوف إن ماركوس لسه قاعد في الفندق وشاف الحرامي وهو داخل ومعاه شنطة جورج وكمان عليها آثار دم، وده إن دل فبيدل على إن الحرامي ده اتهجم على جورج وصوفيا، فبيجري عليه ويمسك فيه عشان الحرامي يقول له أي حاجة. لكن طبعا الحرامي مش بيتكلم وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيدخل أمن الفندق وبيفصلهم عن